باباي صار سفاحا، فيلم جديد بيتناول شخصية باباي بشكل واقعي. طبعا بسبب الاسم وبسبب الشخصية وبسبب اللي احنا في الطفولة كنا مرتبطين جدا بالكرتون بتاع باباي البحار الطيب، اللي هو عنده عضلات من أكل السبانخ. ودايما كان في إفيهات، يعني لو تاكل سبانخ هتجيلك قوة عضلية وإن السبانخ فيها حديد. وكانت الأهالي بتستغل الموضوع دوت ولو بينقذ حبيبته أوليفيا وكان في واحد شرير معاهم كده، أنا مش فاكر اسمه حاليا، كان على طول بيخطفها. وكوميكس بقى، هو كان بيخطفها على ايه؟ لا، كانت مراته اسمها في العربي زيتونة. زيتونة، انا فاكر. تيجي بقى تقدم لي الفيلم النهارده بعد ما اترفعت حقوق الملكية عن شخصية باباي ان هو شخص شرير. مش شرير، شخص دموي. الفيلم فيلم باباي جديد، هو بيقدم نسخة سوداوية لشخصية باباي، ان هو قاعد في مصنع سبانخ معتزل، واي حد بيقرب من المصنع دوت بيقتله. والمشاهد بقى بيتفنن في قتلهم. رعب تقليدي، افلام الرعب التقليدية، ضلمة، صوت عالي، دم، مشاهد، مشاهد يعني اللي هو يبقى يعني انت عارف في مشاهد افلام الرعب. انا مش من محبي افلام الرعب عموما، بس اللي هو ايه بيقعدوا يبدعوا بقى ازاي يقتلوا فلان دوت وازاي يقتلوا فلان. هو الفيلم بيحكي ان مجموعة من الاصدقاء بيدخلوا مصنع دوت بيدوروا على البحار او باباي، او بيحاولوا يتحدوا الاسطورة، فبيطلع لهم يقتلهم واحد 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 واحد، زي كل الافلام الرعب الشهيرة، او زي صياغة افلام الرعب زي ما احنا متعودين عليها. بس الفكرة، انت الفكرة بقى او صدمة الفيلم اللي انت جايب لي شخصية كرتونية ارتبطت مع جيلنا احنا، جيل التمانينات، السبعينات، ممكن التسعينات. شخصية محبوبة دمها خفيف، وبتيجي بتقدمها بشخصية ان هي قاتلة وسفاحة ويتلذذ بالقتل يعني. فالشخصية انت مقدم فيلم طفولي او شخصية طفولية بأداء سوداوي. هي دي الصدمة. انا سمعت كمان، يعني لسه ما كنت بعمل سيرش على الموضوع او كنت كاتب بوست وحد رد عليا عمل سيرش بعد كده، ان كمان شخصيه ميكي ماوس هتتقدم بنفس الاسلوب، لان اترفعت عنها حقوق الملكيه الفكريه، فهم عايزين يقدموها بصور مختلفه. مش عارف، مش حاسس الفيلم مناسب للاطفال، مش حاسس ولا مناسب حتى للكبار، يعني مش مناسب لاي حد. فيلم مش قوي، يعني تقييمه حتى تقريبا 4 أو 3.5، فمش عالي قوي يعني. ما استمتعتش بيه، بس اضطريت اشوفه لحد الاخر، عايز اعرف النهايه ايه، عايز اشوف باباي.